السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معكم سارة. لو اول مرة هتشوفيني او هتشوفي القناة، هتنزلي تحت الفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتختاري كلمة الكل، عشان اي فيديو ان شاء الله بعد كده انزله يوصلك على طول عندك في الاشعارات بدون ما تبحثي عن الفيديو او تبحثي عن القناة. وفي نفس الوقت هتنزلي على علامة اللايك، تحطي لايك حلو كده للفيديو علشان يترفع يوصل للبنات كلها. تقوموا تعملوا ايه؟ تفجروا الدنيا لايكات. هنقولك النهاردة عن اشياء لو حصلت معاكي ايام الدورة هي بتمنع الحمل او بتسبب في تأخر الحمل. ايه هي الاشياء اللي لو حصلت معاكي في وقت الدورة هتأخر عندك الحمل او هتكون سبب في منع الحمل عندك في الشهر ده؟ إيه حاجات معينة كده بتكشف لك انت في حاجة وفي مشكلة، في حاجة بتقابلك، فلازم تنتبهي ليها وتكوني حريصة وتكوني واخدة بالك منها جدا. هنبدأ كده ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. قولوا آمين آمين آمين. يلا بينا ونشوف الموضوع بتاع النهارده. هتبداي كده تركزي من اول ما تجيلك الدوره الشهريه واول ما تنزل عليكي، وتركزي في الوقت اللي انت فيه اثناء الدوره الشهريه. شوفيها اول ما نزلت لك كانت عامله ازاي. لو لقيتيها اول ما نزلت بدات معاكي نقط، ماشي، وتاني يوم نقط، تالت يوم نقط، وبعد كده نزلت، يبقى في مشكله في حاجه. المشكله في ايه بقى؟ ساعات في بنات بينزل عليها الدوره بتكون نقط ومحبوسه، وبعد كده نقط وتغلبها عقبال ما تنزل، وتفضل تشرب في حلبة وتشرب في قرفة وتشرب في حاجات عشان تنزل الدورة، وبتغلبها جدا. ده بيكون ايه سببه؟ ايه السبب في كده؟ السبب في كده ان انت عندك نقص في هرمون البريجسترون، اللي هو هرمون المسؤول عن بطانة الرحم او تثبيت البويضة الملقحة في بطانة الرحم. فتبدأ ان الدورة عندك ان هي تنزل نقط نقط نقط، بعد كده تنزل مرة واحدة. تاني حاجة ان بيكون عندك برودة في الرحم. برودة في الرحم. البرودة في الرحم دي بتسبب البرد. شفتي انت لما تاخدي برد وتبقي سقعانة كده ويجيلك برد وتبقي بتترعشي كده وسقعانة، تمام؟ والبرد ده بيعمل ايه؟ بيعمل نسبة تجلط. انت اما احنا نبقى في الشتاء او احنا مثلا في جو ساقعة، مش تلاقي نفسك ان يقولك اشربي سوائل كتير عشان ما يبقاش فيه نسبة تجلط في الدم؟ اهو كده بالظبط. الرحم لو خد برد ده بيعمل له الدم بيتجلط، فالدم ما بينزلش بسهولة. الدم ما بينزلش بسهولة، فتلاقي الدم عقبال ما يجي ينزل يتعبك انتي، تلاقي مغص، تقلصات، ألم جامد، مش عارفة ايه. تلاقي نفسك الدم ما بينزلش بسهولة. فاعرفي ان دي بيكون علامة على برد الرحم، ان انت عندك برد في الرحم. طب علاج برد الرحم ايه؟ علاج برد الرحم ان انت تعملي وصفة الشحم والبصلة كويسة، تشربي الخزامة او تعملي تشطيب بالخزامة برضو كويس جدا عشان برد الرحم. او مشروبات ساخنة بقى، قرفة، زنجبيل، حلبة، نعناع، مش عارفة ايه، حاجات تنزل الدورة فتساعد على علاج برد الرحم، وفي نفس الوقت هتنشط التبويض استعدادا للحمل بعد كده. طيب الحاجة اللي بعد كده هو وجود آلام قوية أو تقلصات قوية أثناء الدورة الشهرية. يعني لو الدورة الشهرية بيجيلك بألم قوي أو تقلصات قوية، بيكون سبب في إن هيمنع الحمل الشهر ده. ليه؟ لأن بيكون برضه أول سبب هواء في الرحم وبرد في الرحم. انت كده عندك برد في الرحم وعندك هواء في الرحم. طب انا كده هيمنع الحمل، مش هيحصل عندي حمل؟ لا، ما احنا بقى نلحق نفسنا. ما احنا في حاجه كده اكتشفناها، ان احنا كده عندي الدوره بتجيلي بألم قوي، او ان الدوره بتنزل عليا نقط وبعد كده تنزل، او الدوره بتنزل عليا زي ما انا هقولك بقيه الحاجات دلوقتي. يبقى احنا كده اكتشفنا حاجه، يبقى نعالجها. لو عالجتها في وقت الدوره هنحمل ان شاء الله. يعني تعالجيها في وقت الدوره عشان تحملي. لكن في ناس بتبقى بتحصل لها الحاجات دي وما بتكونش واخده بالها وما بتعالجهاش، فانا بنبهك للنقاط دي عشان تاخدي بالك منها وتعالجيها فيحصل حمل ان شاء الله. طيب لو الدوره بتيجي عندك بألم قوي، ده بيكون عندك برد في الرحم، بيكون عندك هواء طايل الرحم. فالهواء اللي طايل الرحم ده بيجي ازاي؟ بيجي نتيجه اللبس الخفيف، ان انت بتلبسي لبس خفيف، التعرض للهواء. يعني مثلا ان انت معرضه نفسك فالهواء دخل عن طريق المهبل للرحم، فجالك هواء في الرحم او برد في الرحم، او عن طريق ان انت مثلا مشغله تكييف وممكن تكوني مش لابسه هدوم تقيله او كده، فبالتالي بيحصل كده. دايما بيحصل للعرايس في بدايه الجواز، او بيحصل لو انت زي ما انا قلت لك بتلبسي ملابس خفيفه ومعرضه نفسك للهواء دايما.
او لو انت بتقفي على البلاط كتير، البلاط او السيراميك كتير، ده برضو بيكون سبب في ان الرحم يطول وبرد. تمام. طب علاجه ايه؟ علاجه زي ما انا قلت لك وصفه الشحم والبصل، التشطيب بالبابونج. البابونج تغليه او تاخدي الميه بتاعته وتعملي تشطيب مهبلي بيه، ووصفه الشحم والبصله برضو كويسه جدا. كده انت عالجتي نفسك منه. تمام. وبعدها ممكن يحصل حمل على طول في نفس الشهر ان شاء الله. طيب نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده، اللي ممكن برضو حاجات لو حصلت لي في الدورة تأخر الحمل او تمنع الحمل عندي الشهر ده. هو نزول دم اسود. نزول دم اسود. لو انتي في الدورة نزل عليكي دم اسود، ده بيكون ان كده في تراكم دم عندك من الشهر اللي فات. ده تحمدي ربنا ان هو نزل، بس هو تخلي بالك من حاجة بقى. يعني هو نزل الحمد لله، ده يعني حاجة كويسة انه مفيش دم بقى متراكم. تمام. طيب لو الدم ده معنى كده ان انتي جسمك مش بيطرد الحاجات دي، او الرحم عندك مش بيطرد الحاجات دي. فانا اخد بالي ازاي؟ ان انا اول ما الاقي نفسي ان نزل عليا دم اسود، معنى كده ان ده دم متراكم من قبل كده، فهو السبب في تاخر الحمل. يبقى ناخد اسبرين او اي حاجه تعمل سيوله. فاما تاخدي اسبرين في اثناء الدوره هينزل دم، اللي هو الدم بتاع الدوره كله. تمام. هتقولي طب ده هيعمل لي سيوله، هينزل لي دم كتير؟ لا، ملوش علاقه. ملوش علاقه ان هو ينزل لك دم كتير. هو هينزل لك الدم اللي في الرحم، مش هينزل لك اكتر من كده. تمام. بعدين انت مش هتاخدي كتير، انت هتاخدي 3 حبات ولا حاجه كل يوم، حبايه بس كده، هينزل لك الدم اللي في الرحم كله. وهتشربي القرفه، لان القرفه بتنظف الرحم. يبقى نشرب القرفه وناخد الاسبرين، يبقى انا كده نظفت الرحم من الدم الاسود، يبقى انا كده الحمد لله الدنيا عندي تمام. فخلي بالك، لان الدم الاسود بيكون دم متخزن من قبل كده، وان الدم الاسود بيسبب تاخر الحمل عندك. الحاجة اللي بعد كده يا بنات هو آلام قوية في الظهر أثناء الدورة الشهرية. أما يجيلك ألم قوي في الظهر أثناء الدورة الشهرية، أعرف إن انت الظهر مفتوح. ليه بقى؟ لأن أما بيكون في آلام أو تشنجات في الرحم نتيجة نزول الدم بتاع الدورة، ملوش علاقة بالظهر خالص. يعني الظهر ممكن تحسي بألم خفيف، لكن لو حسيتي بقى بتشنجات وألم قوي، ده بيكون الظهر مفتوح عندك. فالظهر مفتوح معنى كده ان الرحم بيسمع في الظهر، فده بيكون الظهر لازم تعملي قفل للظهر. كنت منزله لكم طريقه قبل كده بالعجينه. تمام. تعملي عجينه كده دقيق وميه. تمام. وبتعجنيها زي العجينه العاديه وتحطيها على الظهر، حد بقى يعملها لك. وتجيبي برطمان ازاز تقفلي عليه، والاول تحطي قماشه تولعيها كده على العجينه. ممكن انزل لكم رابط الوصفه احسن ما انا اقعد اشرح وانت ما تفهميش حاجه. تمام. انزل لك رابط الوصفه لو حد عايز الرابط يقول لي تحت كده في الفيديو من تحت، وانزله رابط الوصفه بتاع قفل الظهر عشان حدوث الحمل ان شاء الله. لان برضو ممكن لو ظهرك خفيف او ظهرك مفتوح، ده بيسبب تاخر الحمل. بتحسيها ازاي؟ بتلاقي الم قوي في الظهر في وقت الدوره الشهريه، بتلاقي الم قويه في منطقه الظهر. اعرف ان انت عندك ظهرك مفتوح، ولازم تعالجي الموضوع ده عشان يحصل حمل ان شاء الله عندك على طول. بس كده يا بنات، هي دي الحاجات اللي ممكن تكون في وقت الدورة الشهرية وتكون تسبب عندك فعلا تأخر الحمل. عايزة انصحك شوية نصايح. خدي الفوليك اسيد قبل ميعاد الدورة مثلا بشهر ولا حاجة. الفوليك اسيد بيعوض الجسم الفيتامينات اللي انت بتكوني محتاجاها عشان حدوث الحمل، فمهم جدا عشان حدوث الحمل. الفوليك اسيد لمدة شهر، كل يوم حباية بعد الغداء. لو خدتيه لمدة شهر ان شاء الله ده هيساعدك على الحمل. تاني حاجة ان انت حاولي تنتظمي على مشروبات ساخنة في ايام الدورة. هتنظف الرحم، هتنشط التبويض، هتساعدك على التخلص من الشوائب في الرحم، فبالتالي هتساعدك على حدوث الحمل. وكمان هتنشط التبويض بعد فترة الدورة، فبالتالي يحصل حمل عندك على طول، وما تغلبيش في موضوع تأخر الحمل ده. عايزة انصحك بالعلاقة المستمرة بعد ايام الدورة عشان حدوث الحمل ان شاء الله. هو ده الفيديو بتاع النهارده يا بنات، وهي دي المعلومه بتاعت النهارده اللي انا حبيت ان افيدكم بيها. يا رب اكون افدتكم واكون ضيفه خفيفه عليكم كده يا رب. ما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناه مع تفعيل الجرس. طبعا شير لاصحابكم عشان هم كمان يستفيدوا بالمعلومه زي ما احنا بنستفاد، نفيد غيرنا. تمام. وطبعا دعمكم مهم جدا ليا عشان استمراريه القناه واستمراريتي معاكم ان شاء الله.
وعشان الدعم ده بيديني طاقة ايجابية عشان نستمر معاكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.